عايزة اقولك دي بقى مش كنافة، دي لوحة فنية. رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة اول يوم رمضان، يعني لازم على سفرتك صينية الكنافة. بس النهاردة احنا هنكسر القاعدة وهنعمل كبات الكنافة القمر دي. عايزة اقولكوا بجد تحفة رهيبة وسهلة جدا جدا، وعايزة اقولك مش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على رسول. بس اول حاجة عندي هجيب ربع كيلو من الكنافة، وعايزة اقولك متجمدة جدا متفرزة، لازم تكون متفرزة علشان تعرفي تكسريها بالشكل ده كده وتنعميها بودر زي ما انت شايفة كده. بعد كده هضيف عليها حوالي معلقتين كبار من السكر البودر، وبعد كده هجيب نص كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ عادي، مش متجمدة ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده هضيف عليها ربع كوباية من العسل الابيض النحل، او لو مش متوفر عندك تقدري تضيفي ربع كوباية من السيرب او الشربات اللي هو بتاع الكنافة العادي. ده طبعا علشان تخلي الكنافة ما تفرولش معاكي وتفضل الكبات متماسكة. بعد كده هحاول اغلف الكنافة بالسمنة زي ما انت شايفة كده اهو. ادعكي كده الكنافة والسمنة كده، حاولي تخلي الكنافة كلها تتشرب من السمنة بالشكل ده كده زي ما انت شايفة، عشان السكر يدوب والعسل النحل يتوزع في كل الكنافة اللي عندي زي ما انتوا شايفين اهو. اتاكدت كده ان كل الكنافه غلفت بالسمنه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هجيب قوالب الكب كيك، صينيه الكب كيك بتاعتنا عادي. هبتدي بقى ادهنها دهنه كويسه جدا من السمنه البلدي زي ما انت شايفه كده. طبعا اهتمي جدا ان انت تدهني الصينيه كويس، علشان ده اللي هيساعد الكبات بتاعتك تطلع معاكي بكل سهوله. بعد ما دهنتها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، هاخد بقى بالمعلقه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي بقى املى الكبات بتاعتي. طبعا مش قوي يعني، اعملي لها قاعده كده بالشكل ده كده زي ما انت شايفه اهو. بعد ما مليت الكبات بالشكل ده كده، ابتدي بقى اضغط عليها باي حاجه تقيله عندك، كعب كوبايه، ايد الصلايه زي ما انت شايفه كده. ابتدي بقى اعمل لها قاعده كده زي ما انتوا شايفين اهوت، واضغطها من الجنوب برضو علشان تعمل لها حروف اكنها كوبايات بالظبط. يعني عايزه اقول لكم الموضوع سهل جدا وبسيط قوي. هبتدي بقى ادخلها الفرن زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى عملت لي ربع كيلو كنافه، عمل لي بسم الله ما شاء الله مرتين من الكبات دي، يعني حوالي 24 قطعه. تعالوا بينا بقى نجهز السيرب بتاع الكنافه. كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه على عصره نص ليمونه، هرفعهم على النار 5 دقايق، وبعد ما يغلوا بالشكل ده كده هضيف لهم نقطتين من الفانيليا او باكت من الفانيليا. هسيبهم حوالي 5 دقايق كمان على النار، وبعد كده ارفعهم خالص يبردوا على جنب. بعد كده هنجهز الكريمه بتاعتنا اللي نحشي بيها الكنافه. عندي كوبايتين من الحليب، هضيف عليهم 4 معالق كبار من بودره الكاسترد، عليهم 3 معالق كبار من السكر، وابتدي اقلبهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يدوبوا خالص. بعد كده بقى ارفعهم على النار، يبتدي القوام يلف معايا بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. هتحسي ان هو بيتقل معاكي اهو زي ما انتوا شايفين بكل سهوله، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. في المرحله دي بقى كان خلاص الكاستر بتاعي استوى وتقل جدا معايا وعمل فقاعات بالشكل ده كده. هبتدي بقى افضيه في بوله يبرد كده على جنب تماما زي ما انتوا شايفين. انا عايزاه يبرد خالص خالص، مش عايزه فيه يعني فيه اي سخونيه خالص. بعد كده ابتدي اغطيه بكيس بلاستيك علشان ما يعملش قشره على الوش عندي بالشكل ده كده، واسيبه على جنب يبرد، وادخله التلاجة كمان لو امكن يعني. بعد كده بقى ادخل الكنافه زي ما اتفقنا على درجه حراره 180 على الرف الارضيه. اول ما ياخد لون من تحت اشغلها الشوايه تاخد لون من فوق، مفيش 5 دقايق واطلع. طبعا وهي سخنه ابتدي اسقيها بالسيرب بالشكل ده كده. وعايزه اقول لك سيبيه يبرد تماما، لان طبعا كل ما تسيبيها تبرد وهي شاربه السيرب هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهوله. يعني بعد ما تسقيها وهي سخنه سيبيها تبرد تماما، هتيجي تحركيها تتحرك معاكي في القوالب بالشكل ده وتطلع معاكي بكل سهوله. عايزه اقول لك بجد ما خدتش وقت خالص، وبسيطه جدا جدا وسهله قوي زي ما انتوا شايفين. لوحة فنية بجد تستحق التجربة. تعالوا بينا بقى بعد ما طلعنا الكاستر من التلاجة واتأكدت ان هو برد تماما، نمكس مع بعض كده كريمة طعمها في منتهى الجمال. هتنقل الكبات بتاعتك في حتة تانية خالص. هبتدي بقى اجيب معلقتين كبار من الكريم شانتيه او اي كمية عندك مش هتفرق يعني. المهم تضيفي الكمية دي على الكاستر ده تبقى تحفة. تضيفي الكريم على الكاستر ده بالشكل ده. عايزة اقولك بجد ميكس اختراع. لو مش متوفر عندك كريم شانتيه مضروب تقدري تضيفي باكت من الكريم شانتيه على الكاستر بالشكل ده كده وتضربيهم. عايزه اقولك يعني بسم الله ما شاء الله اختراع بجد من الكريمه، بجد طعمها تحفه يعني. هتفرق معاكي جدا جدا في الطعم وهتطلع في منتهى الجمال. اضربهم حوالي دقيقتين بالمضرب بالشكل ده كده مع بعض وهتلاقي بجد خطيره. زي ما انت شايفه كده حطيتها في كيس حلواني وابتديت املى الكوبايات بتاعتي بالشكل ده كده، وحطيت على وشها من فوق مكسرات او تسيبيها ساده. انا حطيت فول سوداني بجد
عايزه اقول لكم طعمها في منتهى الجمال، عايزه اقول لك اقتصاديه جدا وموفره جدا، والنهايه في الاخر بجد تفتح النفس زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، بسيطه جدا وسهله قوي، غير ان كل اللي ياخد قطع هيخلصها، مش هتفضل من حد زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اختراع. قومي جربيها لاولادك اول يوم رمضان النهارده كده وفرحيهم. عايزه اقول لكم بجد سهله جدا وبسيطه قوي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، انا ولادي فرحوا بيها جدا، من الطبيعي ان هم اصلا مش بياكلوا الكنافه. وعايزه اقول لكم بجد كانت مبهجه وطعمها في منتهى الجمال. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله.